عليكم يا حبايبي. معاكم نعمة من مطبخ أكلة نعمة. جيت لكم النهاردة هنعمل وصفة سهلة قوي بالبانيه. وصفة غير تقليدية، مش كتير قوي يعرفوها. هحاول أعملها لكم إن شاء الله بطريقة مبسطة وخفيفة، وهنمشي على الخطوات بالراحة بحيث إن كلكم تستفادوا. وإن شاء الله مش هنطول في الفيديو، ويكون فيديو خفيف عليكم. ولو عجبكم ما تنسوش تشجيعكم ليا بلايك وسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد ليا. ويلا نبدأ ونقول بسم الله. دي مقادير الوصفة بتاعتنا النهاردة، اللي هي البانيه بالصوص الحراق. بصي ده نص كيلو بانيه متقطع قطع صغيرة، او على حسب ما انت بتحبي بقى، طويل صوابع اي حاجة. المهم بياخد معانا فلفل اسود، معانا حبهان. هو يمكن بهاراته بتحسي ان هي كتيرة شوية، بس هو يعني بيعتمد على الحاجة اللي هي ليها الريحة النفاذة. يعني كحبهان مثلا بياخد قرنفل، بياخد قرفة، بياخد شطة، بياخد بابريكا. بيعتمد على الحاجات اللي هي النفاذة. ليه؟ عشان هي الوصفة دي مميزة شوية، تخرجنا عن المألوف شوية، عن البانيه المتحمر، عن البانيه المتشوح المشوي. حاجة نخرج بيها من التقليدي شوية. الوصفة بتاعتنا بتاخد ايه؟ بتاخد بانيه، معانا فلفل اسود، حبهان مطحون، فلفل حامي، بابريكا، كزبرة، معانا قرفة، معانا قرنفل انا طحناه، ملح، بصل وتومه واحده بس، فص توم واحد بس، معانا صلصه، معانا خل. الصلصه والخل دول الوصفه الاصليه. بتاخد اللي هو الصوص الحار اللي بيتباع في اي سوبر ماركت. فطبعا ده مش متوفر في اي بيت، فعشان ما نصعبش الامور ونقدر نعملها في اي وقت، بنستبدل الموضوع ده بمعلقه خل كبيره بمعلقه صلصه. لو الصوص الحار موجود بنلغي دول خالص وبنبتدي نحط مكانهم الصوص الحار. برضو بيدي نفس النتيجة، والطعم طبعا بيبقى روعة. بس احنا بدلناه بحيث ان هو يبقى متوفر في اي بيت، ويبقى سهل ان انت تقدري تقومي تعمليها، ما تبقيش متكلفة ان انت هتنزلي. بالنسبة للبهارات طبعا الحاجات دي كلها المفروض ان هي بتتحط صحيحة، طبعا بتضايق اي حد في الاكل. فانا طحنت الحبهان، طحنت القرفة، القرنفل اللي هو بيتقال عليه اللي هو المسمار، طحنت بقيه البهارات بحيث ان هي اللي ياكل ما يتضايقش وما يقعدش يشيل حاجه او يركنها على جنب او تيجي في بقه تضايقه. الشطه الحمراء، طبعا الصوص الحار اللي بيباع في السوبر ماركت بيبقى حراق، فاحنا برضو حطينا الشطه الحمراء. الشطه الحمراء دي اختياري للناس اللي بتحبها، اللي ما بتحبهاش بنبدلها وبنشيلها، بس هي بتدي تيست حلو قوي وطعم جميل. وما نكترش منها، لو احنا ما بنحبهاش بنحط حاجه بسيطه قوي. تعالوا بس نشوف هنعمل ايه. طاسه على النار، حطينا فيها زيت بسيط مش كتير، وهنبتدي ننزل بالبانيه. نشوحه كده لغايه ما ياخد لون كده. نفرده بس كده الاول لغايه ما ياخد لون، عشان ما يجيبش ميه، مش محتاجاه يجيب ميه كتير كده. نبتدي نقلب فيه ونشوح فيه لغايه ما يكتسب اللون بتاعه اللي انا عايزاه. والله هي وصفه سهله جدا، يعني تحس ان هي حاجتها كتير انما هي سهله قوي ومش تقليديه، وطعمها حلو قوي. لو مشيتي على الخطوات هتعمليها وهتبقى سهله قوي بالنسبه لك، متصعبيش حاجه على نفسك. كده بنقلب فيه لغايه، بصي هو لونه بدا يغير اهو كده. انا عايزاه طبعا يكتسب لون غير كده او اكتر من كده شويه. بفضل اقلب فيه. طبعا لو اقدر اعلي النار اكتر، النار كل ما تعلى اكتر كل ما يتعمل بسرعه، ما ياخدش مني وقت. يعني كده هو مجرد ان انا بقلب فيه كده هو بيعتبر كده استوى مثلا بنسبه 60% او 70%. مجرد ان انا كده بقلب فيه ويبتدي يكتسب لون.
بقلب فيه لغايه هي دي النتيجه اللي انا عايزاها. بصي مفيش ولا نقطه ميه ولا اي حاجه منه، شرب كل حاجته. وهبتدي اطلعه. بالمنظر ده كده اطلعه كله. كده اتحمر اهو معايا، يعني كده نسبة السوا بتاعته ممكن وصلت كمان 80%. شلنا كل قطع البانيه. هنشوف هنعمل ايه. في نفس الطاسة هننزل بالبصل والثوم بالشكل ده كده. بياخد كل طعم الفراخ اللي انا حمرتها، بيكتسب الطعم بتاعها كله. ما بغيرش ما بغيرش الطاسه، يعني انا نفس الطاسه ونفس مكان التحمير. ببتدي بقى احط كل البهارات اللي انا عايزاها كده كده. معلقه صغيره من القرفه وقرنفل، فلفل اسود وحبهان، كزبره وبابريكا، كله معالق صغيره. بتزودي على حسب كميه الفراخ اللي انت بتعمليها. كل ما الكميه بتزيد كل ما بتزودي كميه البهارات اللي انت بتحطيها. بصي ريحه البهارات غطت على ريحه البصل كده، وتبتدي تطلع كل ريحتها. هبتدي احط مقدار الشطه اللي انا عايزاه. طبعا كل واحد على حسب ما بيحب. تقدري تبدليها او تحطي مقدار اقل من كده شويه، يدوبك يديكي بس في التست بتاع الاكله اللي احنا بنعملها. بس نسيبها كده. نحط الملح كده معلقه صغيره ملح، وابتدي اقلب. كل ما تقلبي ريحه البهارات بتطلع، يعني بقت ريحتها تحفه حلوه قوي. هي الاكله دي بتعتمد على الريحه دي، على ريحه البهارات اللي محطوطه. القرنفل مع الحبهان مع القرفه مع الحاجات دي كلها، كل ما بتقلبيها على النار كل ما بتديكي ريحه جامده جدا حلوه، وبتبقى ريحتها مميزه. كده ما بنعتمدش طبعا على ان البصله تحمر، لان هي خلاص البهارات غطت على لون البصله. فبنبتدي نقلب كده دقيقتين 3 كده بس. نبتدي نحط بقيه المكونات بتاعتنا كده. طريقتها سهله حلوه جدا، بس ما تصعبوش حاجه على نفسكم. مجرد ان انت بتقفي تتابعي الخطوات تطلع والله النتيجه حلوه جدا. حط معلقه الخل، معلقه كبيره خل. بالشكل ده. حط معلقه الصلصه، كده. كله دخل في قلب بعضه خلاص كده.
نص كوبايه ميه، كده بالشكل ده. ده الشكل بتاعها، بصي كله تجانس خلاص، حتى البصله مش باينه يعني، تقلت الصوص بتاعها. خليها بس تغلي غلوه واحده كده، ونبتدي نرجع فيها البانيه تاني، يبتدي يغلي معاها لغايه ما يبتدي يطرى، واحس ان هو خلاص اكتمل السوا بتاعه. كده هي غليت. نبتدي ننزل البانيه، بص كده بقت بالشكل ده. طبعا بتدوقيها، لو ناقصه ملح بتزودي، طبعا على حسب مذاق كل واحد بتزودي، وبتهدي النار عليها وبتغطيها، تقعد بس 10 دقايق على النار، بس على نار هاديه، وهوريكم في الاخر شكلها ازاي. وبكده نكون خلصنا النهارده وصفتنا البانيه اللي بالصوص الحار. يا رب اكون قدرت اوصل لكم كل معلومه فيه، وابسط لكم الطريقه بتاعته، وتكونوا استفدتوا. ويا رب اكون الفيديو يكون ما طولش عليكم. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشجيعكم ليا وفي انتظار ارائكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.